كلكم شفتوا الحوض اللي كان مغرق الدنيا، وكلكم في الكومنتات قلتوا لي ده عيب صنايعي. حلو، احنا ردمنا على اللي فات وجبنا الباشمهندس ابراهيم النجار ابن عمي، ومش هشكر فيه، صنعته هي اللي هتحكم. انتوا بعينيكم شفتوا منظر البتاع اللي تحت اهو، منظر الميه. جايب حضرتك تصريب الحله من هنا، ما تنقصش شويه بس، عايزه لازم كويس من الاساس. طيب حلها يا باشمهندس؟ حلها كده حضرتك. بصي انا هفور الحله تاني كده، الحله فايره كده طبيعيه. تمام. طيب نصفر خالص الحله زي كده، ماشي. يعني يا باشمهندس حضرتك لو انت عملت المحاولات اللي انت هتعملها دي بالمواد اللي حضرتك جايبها، هو مش راضي يقول ايه المواد اللي هيشتغل بيها عشان ما يديش سر صنعته لحد. اي حد عنده المشكله دي هسيب لكم ارقام الباشمهندس ابراهيم النجار في الكومنتات، تواصلوا معاه، وعامل خصومات خاصه لاي حد هيجي من خلاله. هو ابن عمي وشاف الفيديو، وان انا مستاءة جدا من منظر الحوض، رخامه مصروف عليها ومطبخ وحدات مطبخ مصروف عليها بسبب تسريب الحوض. حاجه بسيطه بوظت لي وحده المطبخ اللي بقد كده، وما كنتش اعرف ان انا عيلتي فيها ناس شاطره كده. انتوا شايفين الخطوات بنفسكم اهو، بس هو مش عايز يقول الخامات والحاجات واللزق اللي هيشتغل بيه. تقولوا لي بقى بتاع مصلب، تقولوا لي سيليكون عظم، تقولوا لي معرفش ايه. هو عامل ميكس غريب مش هيخليها تبك الميه، وهتشوفوا بعينيكم الخطوات واحده بواحده اهو. ماشي. وكمان هعمل لكم ريفيو بعد ما يخلص، نعمل تيست للحوض. اي حد عنده نفس المشكله دي من البحيره، مركز شبرخيت، القرى المجاوره، بيروح كل الاماكن ماشي. واسعاره ما اقول لكم تعالوا وانا حاسب لكم، ده ابن عمي ليا فيه. اي حد هيروح من خلال مروه النجار هيعمل له خصم وهتشوفوه بعينيكم. خليكم معايا واحده بواحده. هنجيب بقى المواد اللي هو شغال بيها، والشاطر اللي بيقول على نفسه صنايعي يقول لي الخامات اللي هو شغال بيها اسمها ايه. دي اساس التسريب. بصوا ده اساس التسريب. يعني هي كانت ملزوجه بمواد ما تنفعش اصلا او تمشي مع الحوض، او ممكن يكون فتحه الحوض غلط برضه يا باشمهندس. لا حضرتك، هو حضرتك اللزق تعبان. اللزق تعبان بس. احنا كده بنجهز الماده اهو، بنحط لون لان الرخام جالاكسي، صح يا باشمهندس؟ ايوه الشاطر بقى يقول الخامات دي اسمها ايه. عايزه بقى المهندسين في الكومنتات يقولوا لي بقى الخامات دي اسمها ايه. احنا مش هنقول عشان ده سر المهنه، ولا مصلب ولا كلة رخام ولا اي حاجه، حاجات بقى سر المهنه. بس حضرتك الحله ما تستعملش غير بعد ساعتين، بعد الاسمنت ما ينشف، الماده بتنشف نهائي. يعني ما تستعملش الحله بعد ما تنشف نهائي. ماشي. احنا شغلنا عليه ضمان، شغلنا بضمان. هنحط ايه؟